السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات المشروبات الصيفيه اللي بدأناها مع بعض. النهارده هنتكلم عن مشروب طبيعي ومنعش في ناس كتير بتحبه، وهو مشروب الخروب. مش بس طبيعي ومنعش، وكمان اقتصادي. بدل العصاير اللي فيها مواد حافظه او المياه الغازيه، تعالوا يا جماعه نتجه فعلا ان احنا نشرب المشروبات الطبيعيه دي، تفيد جسمنا وفي نفس الوقت تنعشه وترطب عليه في الصيف. تعالوا نعرف ايه هي فوائد الخروب او مشروب الخروب. أول حاجة غني بمضادات الأكسدة، وده بيساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، بيحسن الهضم وبيقلل مشاكل المعدة، وبيساعد في خفض الكوليسترول الضار. مفيد جدا للي بيعاني من الإسهال لأنه قابض طبيعي، خالي من الكافيين فآمن لمعظم الناس، وبيحتوي على كالسيوم وحديد، فهو كده مفيد للعظام وللدم. طيب إيه هي بقى أعراضه الجانبية؟ بالرغم من فوائده لكن لازم نكون حذرين شوية. على الرغم طبعا ان هو مفيد للي عنده اسهال، لكن لو شربناه بكميات كبيره بيسبب الامساك. اللي عنده حساسيه من البقوليات ممكن يتحسس منه. بيحتوي على سكريات، فطبعا اللي عنده مرض السكري لازم يرجع للطبيب علشان يقول لها ازاي تستخدمه وفقا لحالته. طيب السؤال بقى المهم بتاع كل فيديو عملناه، هل هو آمن للحوامل؟ هو بشكل عام آمن، بس لو اتشرب بكميات معتدلة، لكن يفضل استشارة الطبيب خاصة في بداية الحمل، لأن كل واحدة أكيد بتختلف عن التانية، كل ست بتختلف عن التانية، تمام؟ فلازم نرجع للطبيب في أي حاجة، خصوصا في مرحلة الحمل. طيب علشان نستفيد بيه ونتجنب أعراضه الجانبية، نشربه قد إيه في اليوم؟ هنشرب من كوباية لكوبايتين في اليوم. طيب نحضره إزاي؟ هنجيب كوباية من الخروب المجروش وأربع كوبايات مية ونص كوباية سكر. هنحط الخروب مع السكر على نار هادية ونقلبه لحد ما يكرمل شوية. نضيف المية ونسيبه يغلي لمدة 20 دقيقة، وبعد كده نسيبه يبرد ونقدمه بارد. خلاصة الكلام، الخروب مشروب طبيعي منعش وصحي، لكن دايما بنقول ان الاعتدال هو السر. وبكده اكون قدرت الخص لكم بسرعه مشروب الخروب وفوائده واضراره او اعراضه الجانبيه، وازاي نستخدمه ونستخدمه قد ايه ونحضره ازاي، وهل هو مفيد ولا مضر لبعض الناس زي مرضى السكر والحوامل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو حابين تقترحوا عليا حاجه تانية اقترحوها، حابين محتوى تاني قولوا لي. انا زي ما اتفقت معاكم او زي ما عرفتكم قبل كده، القناه منوعه، تقدم معلومات كتير، معلومات عامه تاريخيه، تغذيه علاجيه، سلوكيات، ازاي نتعامل مع ولادنا، موضوعات اجتماعيه. يا ريت تشاركوني وتطلبوا مني اللي حابين نتناقش فيه مع بعض. اشوفكم بقى على خير، او نتقابل على خير في الفيديو اللي جاي، ومع الف سلامه.